السلام عليكم. النهارده تاني يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين، وعايزة اقول لكم على حاجة بيرسونال كده. يا رب ان شاء الله تنفعنا جميعا. اول ما بدأت كارير بتاعي زمان كان في شخص، كنت كل ما ابقى موجودة في مكان هو موجود فيه دايما يجيلي احساس ان انا فاشلة. طيب ليه بقى؟ مش عشان كنت بقارن هو حقق ايه وانا حققت ايه وحاجات زي كده، لا. عشان انبهار الناس بما يملكه وهو قاعد في وسطهم. يعني دايما الناس كانت بتكون منبهرة لما بيتكلم عن المكان اللي هو ساكن فيه، او بيتكلم عن عربيته، او بيتكلم على استثماراته. فساعتها كنت دايما اكشف نفسي كده واحس ان انا مهما عملت انا هبقى مش باينة. يعني whenever احنا موجودين في مكان واحد لازم ابقى انا قاعدة شعوري بنفسي بيقل كده، اللي هو احساسي بقيمتي بحسها مش موجودة، اللي هو دايما احس ان انا اقل يعني. فلما اتعلمت يا جماعة كتير بعد كده في الفيلد اللي انا بشتغل فيها دلوقتي، وبجد بجد لما بقى مرجعي لكل حاجة هو القرآن الكريم، وبدأت مذاكرة التفسير، اتعلمت حاجات كتيرة قوي اكتر بكتير اصلا من اللي كنت اعرفه زمان. وفهمت وقتها انه نجاحنا مش بيقاس بإحنا بنملك ايه، نجاحنا بيقاس بإنت بتقدم منفعة قد ايه للناس. وحتى في ساعات حاجات صغيرة جدا كنت بشوف قد ايه هي إن معظم الناس ممكن يشوفوها حاجات صغيرة، بس هي حاجات كبيرة ومهمة قوي. زي مثلا عايزة أفكر في الراجل اللي واقف على عربية الفول. هو أنا ليه بشوفه ممكن لو أنا قارنته بقى بالشخص اللي أنا بكلمكوا عليه، عشان مش عارف ده راكب عربية عاملة ازاي وساكن فين وكلام زي كده، ليه الشخص اللي بيملك عربية فول وبيفطر الناس الصبح احنا بنشوفه أقل من اللي ساكن مش عارفة فين وعنده عربية شكلها ايه؟ طب احنا عارفين الشخص اللي واقف على عربية الفول ده بيفطر كام عامل نازل يشتغل الصبح في مواقع إنشاءات مثلا، في كام واحد بيستفيد وبيكسب طاقة بيستخدمها عشان هو طالع يقف في الشمس أو طالع يقف في المطر، هيشتغل مع الحديد ومع الطوب ومع الأسمنت ومع الزلط عشان يبني حاجة. هو في الآخر الناس اللي هتفتكروا فيها هيبقى الكريدت بتاعه قليل قوي، بس هو كان جزء كبير قوي من تحقيق النجاح للمبنى ده، للإنشاء ده. فأنا بس عايزة أقول لكم إنه بلاش ننبهر بالصورة اللي بره وننسى القيمة اللي بيقدمها الشخص لمنفعة الناس، لأنه هي دي القيمة الحقيقية اللي بتقولك إذا كنت أنت فعلا شخص ناجح أو غير كده. كل سنة وانتم طيبين.